دكتور أنور المشرف، مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. طبعا بالنسبة لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة معتقلي داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية هو مطلب ضروري وملح، طالما توجهت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للمجتمع الدولي بضرورة إنشاء هذه المحكمة بأسرع وقت ممكن، لأن في مناطق الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية يحتجز أكثر من 11 ألف شخص من مجرمين عناصر داعش، وهم مصنفين من أخطر عناصر هذا التنظيم الإرهابي، وبينهم قيادات كبيرة من عناصر هذا التنظيم. وعملوا خلال الفترة الماضية كما شاهد العالم أجمع عمليات استعصاء داخل السجون لمحاولة الفرار، لكن يقظة حامية السجن من قوات سوريا الديمقراطية أفشلت هذا الأمر، وأفشلت محاولة الفرار لعناصر داعش رغم محاولات التخريب التي قاموا بها داخل السجن. هذا الأمر يحتم على المجتمع الدولي ضرورة البدء والإسراع بإنشاء هذه المحكمة الدولية وتقديم الدعم للإدارة الذاتية لمحاكمة هؤلاء المجرمين الخطيرين، لأنه إذا حصلت أي أمور قد تخرج عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتمكن هؤلاء من الفرار، ستلحق كارثة بمناطق الإدارة الذاتية وبالعالم أجمع، كون عناصر داعش تحوي هؤلاء المحتجزين هنالك العديد من الجنسيات الأجنبية، وهؤلاء إذا ما تمكنوا من الخروج أو الفرار والعودة إلى بلدانهم سيلحقون أضرارا كبيرة، وسيعيدون تجميع أنفسهم من جديد، مما يؤدي إلى ظهور العمليات التفجيرية وظهور العمليات الإرهابية مرة أخرى. لذلك فهذا الأمر مطلب مهم جدا. طبعا بالنسبة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنشاء هذه المحكمة هو أمر مهم جدا، وسيقدم أيضا هنالك شرعية لهذه المحكمة، كون الآن قوات سوريا الديمقراطية في ظل الانتصار التاريخي على مرتزقة داعش الذي بدأ من كوباني وصولا إلى الباغوز، في ظل التضحيات التي قدموها والتي تجاوز أكثر من 25 ألف شهيد، من أكثر من 11 ألف شهيد و25 ألف جريح في سبيل القضاء على هذا التنظيم الإرهابي. ضرورة إنشاء هذه المحكمة تكريما لأرواح هؤلاء الشهداء الذين حرروا هذه المنطقة وقدموا خدمة لسوريا ولمناطق الإدارة وللعالم أجمع. لذلك فالضروري هو إنشاء هذه المحكمة، أصبح ضرورة ملحة. نتوجه للمجتمع الدولي وللدول الكبرى ولدول التحالف ضرورة تقديم الدعم والإسراع بإنشاء هذه المحكمة. طبعا القوانين التي ستنفذ هي القوانين الدولية، ستنفذ على هؤلاء المجرمين، سيتم محاكمتهم بموجب القوانين الدولية، لكن محاكمتهم سيتم داخل مناطق الإدارة الذاتية ومن قبل قضاة من داخل هذه المناطق، مع إمكانية وجود قضاة أو إشراف دولي من الخارج.